السلام عليكم زينات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحتكم. هنا البنات جبت لكم وصفات. يعني هو الفيديو تاع اليوم راه فيه عده افكار من وصفه واحده نخرجوا عده افكار. اللي راها اول مره تشوف القناه نتاعي نقول لك اختي اشتركي، فعلي زر الجرس على الكل باش يوصلك الجديد نتاعي في الوقت نتاعه. بسم الله على بركه الله. المهم بالنسبه للوصفه تاع اليوم، بصدر تاع الدجاج البنات حضرت زوج اطباق رئيسيين. تقدروا ديروهم طبق واحد، تقدروا تخلوه غير مملحات، وتقدروا تردوه طبق رئيسي. المهم هنايا صدر تاع الدجاج راني قالعته وخلاتها على جهه، وهنا هذاك العظم تاع الدجاج الصدر، الكركاسه كما نقولوا، مع هذاك الرقبه راني مشرد عليها الزيتون. هنا عندي وريقه صغيره تاع كرافس، عندي سنينه تاع ثوم، عندي عود تاع قرفه صغيور، وحبه تاع زروديه مقطعه دوائر كما راكم تشوفوا معايا. بالنسبة للحراج درت شوية تاع ملح، شوية تاع كركم، شوية تاع فلفل أسود، والملح باينة، ونزيد لهم شوية واحد التابل غريب، يعني ما نقدريش نستعمله انا، ماشي غريب، يعني انا ما نقدريش نستعمله في الزيتون، اللي هو راس الحانوت. ديروا كما نقولوا معلقه صغيره، كاع صغيره، ولا نص معلقه صغيره نتاع راس الحانوت. تقعد الكميه تاع التوابل على حساب نتيا واش راكي باغا ديري. انا راني باغا ندير غير سهم، يعني طبيسي دوك تشوفوه معايا في اخر الفيديو. الزعفران يعني ما كنتش باغا نديرها، كنت باغا نديرها مرقه بيضاء، ولكن للاسف حنا في الغرب خاطينا مرقه بيضاء. حتى بغيت نديرها ونجرب، ولكن حنا خاطينا مرقه بيضاء. مع كل احتراماتي، وليت درت شويه تاع زعفران، غير شويه البنات، لانه الكميه كانت قليله، مع معلقه صغيره نتاع طوماطيش مصبره. على بالي غادي يبانوا عاود ناس الغرب، وكنعرفكم قابضيننا على غلطه، تقولوا لنا الزيتون تاع الغرب ماشي كيما هاك. الزيتون تاع الغرب راني حاطاتها لكم في القناه، وقلت لكم في المره اللي فاتت باللي الزيتون راه فيه عده طرق طاجين الزيتون. المهم هذه طريقه من بين الطرق، وانتم كل مره نوعوا، ماشي نفس الطريقه نفس التوابل. عرفونا من الروتين حتى في الماكله. هنا كما راكم تشوفوا زدت حبه بصله صغيره مرابيه على المكونات نتاعي، ومرقت بالماء. ما تنساوش زوج معالق كبار تاع الزيت، هذه ما تنساوهاش، انا نسيت ما قلتها لكمش. وكما قلت لكم انا زعفران حتى بغيت ما نديرهش، وعاود وليت قررت اني نديره. اللي راها واصله معايا لهاد المرحله نقول لك اختي ما تراطيش القناه نتاعي، راها هي الشابه كاع وهي المخيره، خاصها غير نتوما وصاي. اشتركي، فعلي الجرس، وخلي لاختك تعليق اللي يكون بالصمه نتاعك باش نتعرفوا عليك حتى نتيا. انا نغطي عليها ونديه يطيب، بعد ما يغلي نقصوا له نار قليله باش طيب لنا هذيك البصله وهذيك الكركاسه ويجمر لنا. يعني الكميه راها قليله، راه واضح. بالنسبه لهذيك الطوماطيش البنات انا مانيش مجربتها، يعني هذيك النوعيه خطرتي الاولى نستعملها، مازالني ما استعملتهاش في الحريره. في الحريره تبان لا مليحه ولا ماشي مليحه. هنا من جهة أخرى بالنسبة لهذاك الصدر تاع الدجاج، طحنته يعني رحيته وقسمته على زوج، كمية كانت كبيرة على كمية. هنا راه عندي الكمية الكبيرة، درت عليه شوية تاع معدنوس. والبنات ماشي تمشوا ديروا كيفي هذاك معدنوس كما انا راني دايرته، راها طريقة غير صالحة. انا كنت جربتها وفي الاول عجبتني، ولكن بالمطول دروك في هاد الايام اكتشفت انها طريقة غير صالحة. الحاضر يعلم الغايب باللي هذيك الطريقة ماشي مليحة، لأنه هادوك العيدان تاع الكرافس يتعفنوا البنات ويمدوا واحد الرائحة ماشي مليحة. يعني بالنسبة للحراج درت شوية تاع فلفل أسود، شوية أعشاب توابل تاع الدجاج، شوية تاع ملح، وشوية تاع فلفل أسود. هنا هاد الصلصة أنا كنت خدمتها باش ندير بها السلاطة صراحة، كنت قلتها لكم، ولكن ما جاني فيها القو تاع الخردل بزيادة. راني درك نستعملها هكا في التوابل تاع الدجاج. درت شوية من هذيك الصلصة، نتوما عادي استغناو عليها، عوضوها بمعلقة صغيرة، كاع صغيرة بزاف البنات، نتاع خردل، لأنه كما تعرفوا الخردل قاطع ويمد بنا من الجهدة. هنا كما راكم تشوفوا زدت على هذاك الدجاج نتاعي شويه تاع فلفل احمر باش يعطينا اللون. وما تنساوش سنينه تاع الثوم. نخلط كلشي هذوك المكونات مع بعض، وهنا نبدي نشكل في الرولي تاعي. شوفوا يجي اكثر من رائع، يجي بنين بنين بزاف.
الحشو غادي نقول لكم أنا باش حشيته. أنا بعد ما درته كيما هاك درت له شوية تاع فرماج، وفي هذيك الغرفية اللي راه من هيه راه عندي حشو تاع خضرة البنات. قليت الخضرة اللي هو فلفل والبصلة والجزر، كنت مقليتهم، زدت عليهم حوالي معلقة كبيرة نتاع كفتة، وقليتهم غاية الغاية مع التوابل اللي هما فلفل أسود وملح وأعشاب، توابل الشواء، دايما راني نقول لكم أعشاب، وشوية تاع كمون والفلفل الأحمر وشوية تاع حار اختياري. هادو هما بصح قليتهم غاية الغاية، وفي الأخير زدت عليهم صلصة الطماطم اللي كنت أنا خادمتها. نتوما تقدروا تزيدوا حبة تاع طماطيش تربيوها وتخليوها تعقد عليها، بصح أهم شي أنكم تقليو الخضرة تاعكم باش تجيكم بنينة. ودوك نحط لكم هذا الحشو هذا مع كاش وصفة، صدقوني أكثر من رائع. أنا نعمّر به لي باغيت، نحشي به المملّحات، ما يفيقولهاش قاع. المهم قلّيو، كيما شفتوا حشيت كيما هكاك روليت درته في، يعني بلّات عليه هذاك بلاستيك غذائي 2 مرات، يعني درت الغلاف الخطرة الأولى وعاود مرة الزاوجة باش نضمنوا إنه ما ينحللناش. هنا المرقة تاعي راها وجدت، زدت ضفت عليها هاذيك الرشيشة تاع الزيتون، راكم شفتوها الزيتون مقطعته دوائر. هنا الرولي تاعي نكون موجدة قدرة فيها الماء، كمية تاع الماء، نديره يبخر ونغطي عليه ونخليه يبخر لنا حوالي 20 دقيقة على نار متوسطة. حداو ديك القدرة لا تنشف لكم الماء وتقعدوا لا رولي لا دجاج. هنا من جهة وحدة أخرى باش نوجدو الوصفة الثانية، راه عندي حبة تاع بصل كبيرة مرابية، زدت عليها هذيك الكمية تاع الدجاج كما قلت لكم، صدر تاع الدجاج كبير قسمتها على زوج، راني ماشي ندير به زوج تاع الوسط. زدت عليهم ملح، شوية تاع كركم، شوية تاع زنجبيل، كما تعرفوا الزنجبيل مع الدجاج يتواتاو. زدت عليهم شوية تاع فلفل أسود شوية شوية، وتقعد عاود على حسب الكمية. ما درت هنايا حتى حاجة تكون ملونة باش ما تقعد لنا هكا الحشو أبيض كما هاك. وبلا ما تنساو سنينة تاع الثوم تعطيه بنة ولا أروع، ماذا بيكم تكون كبيرة هنايا. وديهم قليوهم فوق النار غاية الغاية حتى من كامل هذيك صايي بدلتها مليح مليح بغاية الغاية دوك عاد انتبهت لراسي، حتى من هذيك البصلة تدبال لكم وتحسوها تعلكت لكم، وغطيو عليها باش تدبال لكم مليح مليح. ولينا المليح مليح. هنا بعد ما هذيك الحشو نتاعي طاب لي شفتوه معايا، درته على جهة، وراني هنايا البطاطا ن يعني نخويها كيما هاك. من الأحسن البنات البطاطا تخيروها تكون كيف كيف. أنا صراحة ما كانت عندي حتى حبة تشبه لأختها، يعني شوية تعذبت باش شكلتهم لكم. اللي كانوا عندي كبار كنت نقسمهم على زوج، ونولي كما نقولوا من التحت الجهة السفلية نقطع منها شوية باش ندير لهم قاع وين يقعدوا. وفاهميني؟ عاودوا الفيديو تفهموني. خويتهم كيما هكاك، يعني باش نخويوهم نستعينوا بالسكين وبمعلقة صغيرة تكون كما نقولوا قاطعة، وهداك اللي نقلعوه ما نقيسوش. انا درته ينسلق ومن بعد نخدم به بطاطا بوري. درتهم في كاسرونة، درت عليهم شوية تاع ملح وخليتهم يطيبوا لي حوالي 10 دقائق، يعني يطيبون البطاطا خصها طيب لنا 70%، والباقي تكمله لنا في القليان. هنا كما راكم تشوفوا معايا البنات، هذاك الحشو نتاعي زدت عليه، كانوا عندي زوج بيضات طربتهم مع بعض، رفدت منهم حوالي 3 معالق تاع بيض، ضفتها لهذاك الخليط، وزدت عليه معلقه حتى 2 معالق تاع لا شابليق على حساب القوام، وكيش يلتم لكم ما تنشفوهش بزاف وما تخلوش عاود جاري بزاف. أيوه، هنا تبغوا تزيدوا الفرماج زيدوا، تبغوا ما تزيدوهش ما تزيدوش. أنا ما زدتش، بغيت نديرها لكم بدون فرامج غير كيما هاكاك. بدو تحشوا في ديك البطاطا تجي أكثر من رائعة، تجي روعة البنات. هنا كما راكم تشوفوا عاود من جهة واحدة أخرى نرفد البطاطا نتاعي نرمدها في الفرينة، نغمسها عاود في البيض ونرمدها في لاشابليغ، تجينا مقرمشة ولا أروع. وتقدروا ديروهم تزيدمات، هذه يعني الوصفة هذه في داك الكتاب اللي وريتها لكم مسمينها تصدام القاضي. يا اختي تصدام القاضي ما يتعمرش بالخضره، يتعمر باللحم، وفي الحشو هما معمرينها باللحم، بالحشو تاع اللحم تاع احمر. أنا درتها لكم بالدجاج، وهما يديروها أنصاف يعني تجي على شكل تصدام. كون تولوا في الأول تاع الفيديو تشوفوها في الكتاب تجي على شكل تصدام. أنا بغيت نديرها كيما هاكا لأنه البطاطا ما كانتش عندي حبة ما تشبه لأختها.
المهم بعد ما رمّيناها في لاشابليغ اللي هو الخبز اليابس، أنا ما نشريهش، أنا خادمة في الدار، وليت درت كمية تاع الزيت ونقعد نقلي فيها، الزيت يليق تكون سخونة وتحطي فيها هاذيك البطاطا، وما تخافوش كامل شوفوا هاد الوصفة هادي ما تشرب لا زيت لا والو، تجي الزينات راني نقلي فيهم، وكي تقليوهم ما تغفصوهمش، يعني حاولوا أنكم غير كي يبدو يديو لكم لون ذهبي قلبوهم، هنايا قلبوهم كي يدو لون ذهبي من تحت قلبوهم، يعاود كي يدو لون ذهبي من هذيك الجهة عاودوا قلبوهم، عطيوهم وقت في الطياب ماشي تحمريهم طاف على وجه ضربة واحدة وعاود على الوجه الثاني وتقليهم لا، وما تنسايش الجناب حتى هما قليهم غاية الغاية، إيا ولي ديريهم فوق ورق ماس للزيت، هي ما غاديش تكون فيها زيت بصح معليش الاحتياط واجب. أنا من جهة واحدة أخرى هادوك لي رولي تاوعي اللي هما زوج تبغي ترمديهم حتى هما في لاشابليغ باش يجيوكم مقرمشين رمديهم، تبغي ما ترمديهمش ما ترمديهمش. المهم أنا كي قلعتهم وكانوا بعد ما فورتهم، كي قلعت عليهم داك البلاستيك حسيت من شي بلايص كان خارج منهم الفرماج، بعدا بالأخص رولي واحد رمّيته في لاشابليغ يعاونه باش من بعديها في المقلة كي نقليهم ونحمّرهم يقعدوا لنا مريقلين ما يخسروا ما والو، وواحد فيهم ما رمّيته ما والو، تبغي ترمدي رمدي، تبغي ما ترمديش ما ترمديش، من بعد ما تقليهم من الأحسن خلّيهم يبردوا باش عاد تولي تقصيهم كيما هاكا، بصح حنا في الدار وأنا بالأخص من طبعي نبغي ناكل الماكلة سخونة. كانت عندي صلصة الطماطم، أنا صلصة الطماطم تعرفوني دايمًا واجدة لي في الكونجيلاتور الله يبارك، نجبد نسخّن ونحط، هاد الصلصة عاد زدت لها الما يعني أنا كنت خادمتها مركّزة، زدت لها الما وقدّمتها بهاد الطريقة، دوك نحط لكم الروابط في صندوق الوصف، اللي عجبكم جربوه وإلا شفتوني نسيت وما حطيت لكمش الروابط فكروني ما فيها والو. لهم شوية فرماج رابي من الفوق وقدّمتهم بهاد الطريقة، تبغوا تقدموهم بهاد الطريقة، تبغوا ديروهم في مول اللي يدخل للفرن، فرغوا لاصوص تاعكم، حطوا إلا كنتو دايرين بطاطا بزاف وكمية كبيرة، حطوا ديك البطاطا في داك المول وديروا لها عاود شوية لاصوص من الفوق وشوية تاع فرماج رابي وتحيوها في الكوشة يدوب عليها داك الفرماج وخرجوها، تبغوا غير كيما هاك ديروا لها غير كيما هاك، لكم الاختيار حتى واحد ما يسالكم، نتوما موالين كوزينتكم وانتم تتحكموا فيها. إحنا شوفوا البنات صدقوني هنا كنت نخدم ونصور والمغرب يأذن، يعني هذه هي الضريبة نتاع أصحاب القنوات، فطورهم ما فطور وحتى حاجة ما ياكلوها مساكين في وقتها وحتى حاجة ما يديروها في وقتها، علاش؟ لأن بالأخص اللي كيما أنا ما نبغيش نوجدهم على بكري ونحطهم ويبردوا ونعاود نولي نسخنهم وكذا وكذا، أنا نبغي من القدرة الفّاد عليه. هنا كما راكم تشوفوا معايا حطيت داك الرولي كما هاكاك يا بنيتي واش نقولك، هذاك الحشو نتاع اللي درته له لداخل يخلي الرولي تاعك ما يجيش ناشف، وحتى الرولي بحد ذاته كون انت ما ديريهش داك الحشو تاع الخضرة ما يجيكش ناشف لأنه حنا دايرين فيه شوية تاع لاشابليو وهداك شوية تاع البيض يخليه يجي بنين بزاف بزاف، جربوه لا الزيتون جربوه بطريقتي لا الرولي جربوها بطريقتي، الحريرة قاع شوفوا هاد العام إن شاء الله ديروا رمضان برعاية جود بالموجود، راح تفرحوا بزاف وتفرحوا عايلتكم، الروابط راني دايمًا نحط لكم بعض الروابط اللي نحسكم أنكم تحتاجوهم في صندوق الوصف، زوروا صندوق الوصف ديروا جيم لأختكم باش أنا نتشجع وقناتي تكبر ونزيد نمد لكم وصفات ونجيب لكم وصفات كتر وكتر، خليتكم على خير ومع السلامة.